السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ايه رأيكم الجمال ده حبايبي؟ نص كيلو دقيق، اللهم بارك. هيعمل معاكي ما شاء الله عيش فين بيتي جميل. ان شاء الله يعجبكم حبايبي وتتهنوا بيه. بس ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك والكلمة الحلوة. الله يسعدكم حبايبي. هنا معايا نص كيلو دقيق اهو يا حبايبي، عليه معلقه صغيره بيكنج باودر، عليها اللهم صل على سيدنا محمد رشه فانيليا ورشه ملح، ومعايا هنا مكعب خميره بيره اهو يا حبايبي. اضيف عليه معلقه سكر واضربه بميه دافيه. النص كيلو هياخد معانا ان شاء الله 3 كوبايات. معايا اللهم صل على سيدنا محمد، معايا كوبايتين ميه، خدت منهم كوبايه وكوبايتين الا ربع، يعني بيرجع تبع الدقيق. حضري معاكي الكوبايتين دافيين وانزلي بالميه واحده واحده زي ما احنا متعودين. يبقى الدقيق حطينا عليه البيكنج باودر، حطينا معاه الفانيليا والملح. نضيف بقى يا حبايبي كده 3 معالق زيت، ومعلقه كده نسيبها للاخر نبقى نلم بيها العجين. يبقى مقادير النص كيلو هياخد معانا 4 معالق زيت، خفيف وجميل وكفايه ريحته بس في البيت كده خير وبركه. الله يملى بيوتكم خير وبركه وستر ورضا من الرحمن يا رب. اللهم امين، قولوا امين يا حبايبي. اللهم اهدي اولادنا ونجحهم وعافي مريضهم يا رب العالمين، وكفيهم شر طريقهم وشر صاحب السوء وسكة السوء يا رب. هنا ضفنا ال3 معالق زيت، وضفنا كمان معلقة خل، وهنا الخميرة كدبت اهي في معلقة السكر يا حبايبي. خميرة بيرة، ما عندكيش مكعب خميرة نضيف معلقة خميرة فورية كبيرة. هنا حبايبي انزل بقى بالمية شوية شوية لعند ما تلم معايا. اقوم جاية بقى بايديكي كده، تفضلي بقى تعجني وتلتي فيها جامد لما تنعم معاكي. اي عجين كده حبايبي بيبقى عايز خدمة عشان يديكي نتيجة حلوة. ما شاء الله والله العظيم، ثقة في الله ان شاء الله ان هو هينجح معاكي بنفس المقادير والخطوات دي. ما شاء الله. بقولك الطريقة بكل امانة عشان ينجح الحاجة معاكي، والحاجة ما تتكلفش على الفاضي وتلاقي منها نتيجة ما شاء الله. اللهم بارك. ما شاء الله تعملي من نص كيلو 15 رغيف وممكن ازيد كمان لو زخرتي الرغيف عن ما انا عاملاه. ما شاء الله، يعني الحاجة في البيت كلها خير وبركة وتوفير. هنا حبايبي معلقة الدقيق اللي بقول لكم الرابعة بلم بيها، هتلاقي العجينة فكت معاكي ما تقلقيش خالص، هترجع تلم معاكي تاني مفيش اي مشكلة. شوفوا حبايبي العجينة ما شاء الله فيها تلزيقة. هنعمل بقى نمسحها بقى مسحة زيت ونسيبها تخمر. التلزيقة ديت معنى كده انها تبقى طرية معاكي، تخليش العجينة ناشفة معاكي يا حبيبتي على اخر. هذا ارش شوية دقيق، اللهم صل على سيدنا محمد، على الرخامة كده يا حبايبي. وبعدين اقوم جاية برضو عايصة ايدي دقيق، ونعمل بقى الكرة اللي هنعملها دي تبع الرغيف، تبع ما انت عايزاه كبير عايزاه وسط اللي يريح. بس انت الحجم اللي انا عملته ده هيبقى حجم كبير ما شاء الله معاكي. ما شاء الله ربنا يملى بيوتنا خير وبركة وستر ورضا من الرحمن يا رب. جميل 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 فوق الوصف، وخفيف اكنك بتاكلي قطنة كده ما شاء الله، من هشيته عامل زي السحاب، ومفهوش لبابة من جوه ولا اي حاجة، خفيف ما شاء الله. يعني نسيبه يخمر وبعدين نقرصه كده نعمله الكور. وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد، هنا بوريكم ان انا بدهن الصينيه او الصاج ايا ما كان اللي هيدخل الفرن عشان العجينه ما شاء الله طريه ما تلزقش معاكي. هنا برش بقى شويه دقيق كده على الرخامه، وبعمل ما شاء الله العجينه طريه ملبن، مش محتاجه بطاطا ولا حاجه، مش مستحمله البطاطا عليها كده. بس عشان برضو افرده على قد ما اقدر. كل ما بتفرديه بيدي ده توريقه جوه الرغيف يا حبيبتي. انا مش حابه ارش دقيق كتير عشان خاطر ما ينشفش معايا العجين. شوفوا ما شاء الله لزق في بعضه الحمد لله، بس رجع فك تاني وبقى زي الفل. رشيت بقى رشه دقيق خفيفه كده، وبرضو افردي. مصمم اول رغيف بيعمل الافتتاحيه معايا ولا تقلقي ما شاء الله يا حبيبتي، عجينه طريه وجميل.
اما العجينه تبقى طريه معاكي وبتلزق كده، تعرفي ما شاء الله ان الحاجه اللي بتعمليها هتبقى زبده معاكي، وهتبقى طعمتها فوق الوصف. ولا ريحته بقى في البيت، مين فيكم بيحب ريحه المخبوزات وبيحب العجين والمعجنات كده زي؟ الله يصلح حالكم يا حبايبي يا رب، يومكم خير وستر وبركه يا رب من الرحمن. الله يسعدكم. معلش بقى لو الفيديو نزلكوا متأخر شوية. شوفي يا حبيبتي، ابرمي وضيقي البرمة معاكي، بحيث كل البرم ده بيدي توريقة معاكي جوه الرغيف. شوفي ما شاء الله، الطرف برضو حاولي على قد ما تقدري تلميه، ولو ما لميتهوش يعني هو ما شاء الله شكله تحفة اهو لوحده من غير حاجة. هنسيبه كمان نص ساعة كده يخمر على ما نخلص الكمية دي كلها، ونسخن الفرن يا حبايبي على اعلى درجة حرارة عندك، على الرف الوسطاني على الشبكة. المعجنات يا حبيبة قلبي عشان تاخدي نتيجة حلوة معاكي لازم تدخليها على فرن ساخن، ويكون على اعلى درجة حرارة على الرف الوسطاني. هنا يا حبايبي شوفوا ما شاء الله العجينة كل ما بترتاح معاكي ما شاء الله عمالة تعمل فقاقيع زي تحت ايديا من الهوا والجمال اللي فيه. شوفي يا حبيبتي بتبرمي وتجي ماشية عليها كده بصوابعك تبرمي، طريقة سهلة خالص يا حبايبي ما فيهاش اي مجهود. اللهم بارك. شوفي يا حبيبتي بكل سهولة، كل ما بتضيقي البرمة كل ما بتدي ليها التوريقة جوه الرغيف اهو يا حبيبة قلبي، على قد ما تقدري كده. الله يسعدكم ويوفقكم ويرضيكم حبايبي يا رب. هنا حبايبي بقى معايا هنا عايزة عندك لبن تمام، عندك رشة نسكافيه، عندك شوية مية ومعلقة سكر زي الفل. اللي انا بقى بسقي بيه دلوقتي، مش بسقي بقى يعني بمشي بقى على الرغيف كده حبايبي بالفرشة مسحة بسيطة مية بسكر، يعني معلقة السكر عليها 3 معالق كده مية، وان شاء الله وهو في الفرن برضو اول ما يطلع نقوم جايين ماشيين عليه كده حبايبي بنفس المية بسكر كده ومغطيين. اللهم بارك. شايفين الجمال؟ شايفين الرغيف ما شاء الله، رغيف يعني. شوفوا الطراوه، شايفين التوريقه اكنه محشي من جوه. شايفين الجمال؟ اقسم بالله طعمه وريحته وتسويته اللهم بارك، خفيف خفية الريش. شوفوا جمال، شوفوا ما نفتحه زي السندوتش. والمدارس جايه يا حبايبي تعملوه وتتهنوا. جودي بتقول لكم ما تنسوش ماما باللايك.